نحن نملك علامة، ونملك إشارة، ونملك بركة، ونملك قوة، هي قوة هذا الصليب المحيي الذي صلب عليه ربنا يسوع المسيح له المجد. كنيستنا نحط عليها صلبان، ايدينا نحط عليها صلبان، صدورنا نحط عليها صلبان، قلوبنا نحط عليها صلبان، نمسك بايدينا الصلبان، نبارك كل عمل بالصليب. يا بختنا صدقوني، يا بختنا بهذا السلاح العجيب. خد بالك، ما هوش يعني علامة سحر أو شعوذة زي الناس اللي تعتقد تقول لك أصل فلان عيان أو مش عارف الصليب هيخف. طب ممكن ما يخفش، بس يحصل معاه حاجة أحسن من الخففان. إيه؟ والخفقان إيه؟ السلام والبنيان. سلاما وبنيان لكنيسة الله الواحدة الوحيدة المقدسة. هي إيش كنيسة الله؟ هي أنتم، هي هنا. أول ما نمسك الصليب يقول مجدا وإكراما، إكراما ومجدا للثالوث القدوس، ويبقى أبونا ماسك الحمل كده على الصليب، والصليب كده مايل زي المسيح ماشي بالمسيح كده أهو. سلاما وبنيانا لكنيسة، يعني سلام وبنيان ليك أنت وليك أنت وليك أنت وليك أنت وليانا وللشماس اللي جوه. سلام وبنيان، ربنا بيبنينا من تاني. ما هيش علامة شعوذة، هي علامة قوة فعلا ولها مفعول عظيم، لكن مش شرط المفعول العظيم يكون بحسب العالم. يقول لك ايه؟ طب يشيل الصليب على الراجل ده اللي مات تجوه. هو موضوع مش تجرب الرب الهك، ولا موضوع زي ما طلب هيرودس من المسيح معجزة. لا، يكفي ان آلاف من اولادنا واخواتنا، مش هقول الشهداء بس، لكن هقول المرضى بتوع الامراض الصعبه زي الكانسر ده. وده زي استشهاد، لما المريض او المريضه بيصبر فيه ويتحمل فيه كانها عذابات استشهاد، وترشمه بالصليب ويتناول والسلام اللي جواه. ياما بنحاول نروح نزور اخواتنا ونحضر كلام عشان نعزيهم، نبص نلاقيهم هو اتكلموا وعزونا، واحنا اللي عاملين نفسنا اصحاح. كنا مكسرين وهم مكسرين، هم صحيح هم الاصحاء.